ماذا قال مدرب منتخب مدغشقر عن مباراة النهائي ضد المغرب؟ قال روموالد راكونتادراب مدرب منتخب مدغشقر إن فوز فريقه على السودان لا يعني بأي حال ضمان التتويج بلقب كأس إفريقيا للاعبين المحليين، مشدداً على صعوبة المهمة في النهائي أمام المغرب. وأوضح روموالد راكونتادراب مدرب منتخب مدغشقر في الندوة الصحفية التي أعقبت الفوز على السودان مساء الثلاثاء 26 أغسطس أن فريقه يعاني من بعض الغيابات المهمة قبل مواجهة المغرب، لكن الطاقم الفني سيعمل على إيجاد البدائل المناسبة، مضيفاً: لا يمكنني القول أننا سنتوج باللقب. الفوز على السودان لا يعني أننا فزنا بالكأس. فقدنا بعض اللاعبين لكننا نملك عناصر قادرة على تعويض الغيابات، ونأمل أن يظهر بعضهم بمستوى حاسم في النهائي. واختتم المدرب حديثه بالقول إنه قبل نصف النهائي كنا نقول إن علينا العودة إلى نيروبي، والحقيقة أننا سنعود من أجل لعب النهائي. وتقام المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة يوم السبت 30 أغسطس 2025 بين منتخبي المغرب ومدغشقر في العاصمة الكينية نيروبي، بعد تأهل المغرب على حساب السنغال ومدغشقر على حساب السودان.